ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل معاكم فيديو كده جميل وظريف لاخواتنا المسيحيين ان شاء الله، كمان ينفع للي عندهم حساسيه البان او حساسيه بيض مثلا. فيديو كده كيكه من غير ولا لبن ولا بيض ولا اي حاجه. طبعا استنونا، كل ده هتعرفوا التفاصيل ازاي والمكونات بتاعتها بس من داخل الفيديو ان شاء الله. هنقول على كل المكونات وطريقه التحضير، استنونا. هنبدأ على طول في الفيديو، نسمي كده بسم الله الرحمن الرحيم عشان نقول على كل المكونات اللي عندنا كوبايتين دقيق، ونص معانا اللي هو نشا، ومعانا نص كوباية زيت، ومعانا كوب سكر، معانا معلقة كبيرة بتاعت الأكل بيكنج باودر، ومعانا كمان ذرة الملح بتاعتنا، معانا معلقة خل، ومعانا كمان ربع معلقة شاي اللي هو بيكنج صودا اللي هو كربوناتو، عشان طبعا كل الحاجات دي لان احنا الكيكه دي هنعملها بالميه، مش هنعمل اي ولا بيض ولا لبن ولا سمنه، كلها كده هتبقى بالزيت عندنا والميه. يعني كيكه تنفع صيامي اخواتنا المسيحيين، وتنفع كمان اللي عنده حساسيه الالبان زي ما انا قلت في اول الفيديو، تنفع اللي عنده حساسيه البيض او مثلا مرضى السكر لو حابين ان هم ياخدوا قطعه كده ولا حاجه، لاني ما عنديش ولا سمنه ولا بيض ولا اي حاجه، مفيش الا كوبايه السكر، فهناخد قطعه منها صغيره نقدر ناكلها برضو اثناء اليوم لو احنا نفسنا في حاجه مسكره. منهم مرضى السكر، ربنا يعافيهم يا رب ويشفيهم ان شاء الله. ومعانا زي ما قلت لكم اللي هي الربع هنا فانيليا للطعم كمان عشان خاطر يبقى طعمها حلو. هنقول ايه؟ هنحط المكونات الجافه على بعضها اهو. نص كوبايه النشا، يبقى هنا كوبايتين دقيق مع نص كوبايه نشا، وكمان معانا ذره الملح بتاعتنا اهي على الدقيق عشان تعادل الطعم، وكمان معانا البيكنج باودر اهو، وهنقلب كل ده على بعضه، ومعانا كمان ربع معلقه الشاي اللي هي كربوناتو عشان كل ده يعليه عندي الكيكه بتاعتي. كيكه كده جميله وخفيفه وما فيهاش اي حاجه لاخواتنا المسيحيين، كل سنه وانتم طيبين بالشكل ده. يبقى كده كل الالوان المكونات الجافه عندي. هنبتدي بقى ايه كده نقلبها بالشكل ده اهو مع بعضها، نمزجها كده اهو. كوبايه الميه عندي سخنه. طبعا ايه البديل بالنسبه للميه؟ طب اللي مش عايز يحط ميه ايه بديله؟ هتبقى عندنا انا عملت لكم قبل كده الرواني طبعا بالمياه الغازيه، انا عملت رواني قبل كده بيها، بس انا بصراحه ما عملتش النهارده، قلت استكفى بالميه عندي ما جبتش يعني. فاللي عايز يعملها بالميه البيضه اللي هي المياه الغازيه براحتكم خالص بدل الميه. انا عندي هنا هعمل بنص زيت، نص كوبايه زيت ونص كوبايه ميه كامله سخنه، بس مش اكتر من كده. هنحط هنا عندي اهو، طبعا هنا ضفنا ايه المكونات الجافه. هنحط هنا في الخلاط عندي نص كوبايه الزيت بتاعتي اهي ماشي، وهنحط معانا السكر اهو كده، وبعدين هحط كوبايه الميه بتاعتي اهي. يبقى هنا المكونات الجافه وهنا المكونات السائله. الفانيليا والخل، انا نسيت اقول لكم على الخل، في خل او قلت وانا ناسيه معانا خل. الخل في الاخر هو بالفانيليا عشان يديني طعم بالنسبه للفانيليا، والخل عشان يعمل لي تحسن للكيك كده، ماده تحسين للكيك ويرفعه لي. يبقى انا كده هضرب دول في الخلاط عندي وبعدين اضيفهم على المكونات. ضربناه زي ما انتم شايفين كده، وابتدي انزله على الخليط، والخليط ده يكون سميك ما يكونش خفيف بقى، انا مش عايزاه خفيف، عايزاه سميك ماشي. وطبعا عامله القالب عندي زي ما انتم شايفينه اهو متبطن، وهحطه على صاج يكون كده ألمونيوم، وبعدين ادخله على 180 بتقعد ساعه الا ربع بالشكل الجميل ده. طبعا لسه ما حطيتش الفانيليا، هحطها دلوقتي هي والخل. الخليط انا عايزاه ايه؟ مش سايل، عايزاه ماسك، ولا سايل ولا ايه ولا ماسك قوي، مظبوط كده عندي عشان يديني كيكيه حلوه ان شاء الله تعجبكم زي ما عجبكم الرواني بالظبط. هنزلها لكم برضو رابط على الفيديو، يبقى معاكم 2 ان شاء الله حلويات في البيت تقدروا تعملوهم
مختلفين وان شاء الله صيامه وهيعجبوكم زي طبعا الرواني ما عجبتكم جامد وقعدتوا تعلقوا لي عليها انها عجبتكم. ان شاء الله برضو الكيكايه دي باذن الله هتعجبكم. ادي الخل بتاعنا اهو نقلبه. بصوا كده زي ما انتوا شايفينها كده بالمنظر ده اهو. اوريكم من هنا كده بصوا اهو ده اللي انا عايزاه. بصبه عندي وبعدين ابتدي احط الفانيليا اخر حاجه بقى عشان تديني الريحه الحلوه واقلبه وبعدين اصبه عندي هنا في الصينيه بتاعتي وبعدين ان شاء الله ادخله على 180 زي ما قلت لكم. وان شاء الله هنبتدي ننزل كده زي ما انتوا شايفين في القالب بتاعنا بالمنظر الجميل اللي انتوا شايفينه ده اهو. بصوا الكيكايه عندي هي بتتكلم عن نفسها قبل ما تستوي اهو. هننزل كل اللي في القاع عندي ده بالمنظر ده. نجيب سباتيلا وبعدين ننزل كل ده كده اهو. بصوا المنظر الجميل ده ما نسيبش اي حاجه. طبعا بقى تخش دلوقتي ويكون الفرن شغال من قبلها، تخش فورا عشان فيها حاجات كتير معدات رافعه فمش عايزاها تهبط عندي، تشتغل على طول بالمنظر الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين كده ونمسح كل الزيادات دي عشان ما تتحرقش معايا اهو. وبعدين ادخلها ان شاء الله. ما تنسوش بقى لايكاتكم وشيركم والكلام الحلو اللي دايما بتقولوا لي عليه. كل سنه وانتم طيبين واستنوني في فيديو تاني ان شاء الله.